ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تورتايه حلوه قوي. ان شاء الله تعجبكم وتبقى سهله وتقدروا تنفذوها باذن الله. حطيت 3 بيضات، وحطيت تلت كوبايه ميه، وحطيت رشه فانيليا كده بسيطه، وهحط كمان رشه فانيليا بودره لان الفانيليا السائله كان فيها نقطه بسيطه خالص. وهحط معلقه محسن كده صغيره مليانه. ودول 300 جرام دي سبونج. وهقلبهم بس مع بعض كده حاجة بسيطة، وبعد كده هسيب المضرب يضربهم لحد ما القوام يتقل كده ويبقى كريمي كده ويعلى. طبعا اكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 زي ما انتم شايفين كده. هحطهم في قلب الصينية وهدخلهم على درجة حرارة 180 لحد ما تستوى. هعرف ازاي ان هي استوت بعد 45 دقيقة. ابدأ افتح الفرن واختبرها. لا اما تختبريها بخلة شيش طاووق، لا اما تختبريها بسكينة يكون سنها رفيع، لا اما بخلة اسنان. المهم تختبريه او بايدك اللي انتي آه، يعني بصوا هو انا عن نفسي ما بحسبهاش بالوقت، يعني هو بالاحساس كده عندي. بحس ان خلاص لا الوقت ده المفروض ان انا ابص عليها، الاقيها استوت خلاص اطفي، ما الاقيهاش استوت اسيبها شويه. تمام. هو الموضوع بيجي مع الخبرة يعني، مع الخبرة بتعرفي هي استوت ولا لا. تمام. دخلتها الفرن ولما طلعت سبتها تهدى شوية. ده مقاس 20. تمام. طبعا لسه سخنة جدا بس هي كانت مطلوبة فوري على طول، يعني مثلا خلال ساعتين او حاجة زي كده تكون متسلمة. فهي تقريبا خدت قولوا ضرب ودخول الفرن قولوا ساعة او ساعة وشوية. هي خدت مني قولوا 3 ساعات بالظبط وكانت طالعة. طبعا سقعتها على طول في الفريزر عشان تسقع بسرعة عشان تتسلم. تمام. يعني كنت شغالة فيها الساعة 2، طلعت من عندي يعني حوالي الساعة 4 كده، 4 وشوية عما اللي جاي يستلمها يعني وكده. تمام. ببدأ اشيل طبعا الوش كده. انا قعدت بطلع التورت كلها 3 طبقات، بس ال3 طبقات عاليين. تمام. طبعا لازم اشيل الوش كويس لو في اي حاجة اشتلها. طبعا انا ضربت الكريمة لكل كوباية كريمة 1.5 كوباية مية، معلقة باستر كريم، معلقة لبن بودرة. طبعا بتضاعفي الكميات على حسب انتي ضربة قد ايه. تمام. بتبدأي بقى تحطي الكريمة بتاعتك كده. طبعا هي كانت بردت، انا سبتها مكشوفة كده حاجة بسيطة لحد ما بردت. تمام. هبدأ اشتغل فيها على طول. انتوا شايفين كده. هبدأ اسقي سيرب، ما بسقيش كتير، يعني حاجة بسيطة بس كده ان هي تطريلي السبونش بتاعي. ببدأ احط كده الكريمة بتاعتي بالشكل ده، واوزع الكريمة كويس. طبعا اول ما اخلص على طول احطها على طول في الفريزر عشان تشد معايا زي ما انتوا شايفين كده. بدأت احط السيرب وهحط الكريمة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اساوي طبعا الكريمة بتاعتي في الجنوب وازود. هي التورتيه دي بتاخد حوالي كوباية على حسب طبعا التزيين،
يعني لو هتزيني حاجات بسيطة كده بتاخد الكوباية. بتزيني بقى وهتعملي وردات وشغل كتير فيها، يبقى كوباية ومثلا وربع من الكريمة. زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ ان انا اوزع كده الكريمة كويس. اللي انا بشيله ده كريمة كده ما اتضربتش كويس. ببدأ كده ان انا اساوي بقى. هجيب بقى السكراب المشنشر كده وهبدأ اساوي بيه. طبعا لو اي سبونج بان او اي مكان حاسه ان الكريمه فيه ضعيفه ببدأ ازوده تاني زي ما انتوا شايفين كده، وباخد من بره لجوه كده عشان اعمل حافيه كده تكون شكلها حلو للتورته، وفي نفس الوقت ما تضايقنيش وانا بحط الجناش بتاعي. كان في حته كده من تحت حسيت ان الكريمه فيها قليله، بدأت ان انا اظبطها بالشكل ده كده. ببدأ امشي تاني وهبدأ كده اساوي الكريمه زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ امسح بقى البورد والجناش معايا، انا كنت لسه عاملاه على طول، فبدأت ان انا امشي كده على التورتايه. هو حتى لسه بيدخن اهوت. الاستعجال وحش برضو. بس حصل خير. هبدأ كده اظبط الدنيا شوية. المفروض كنت حطيته في التلاجة شوية، بس انا خفت ان هو يشد، يعني يشد، معرفش ان انا احطه على التورتايه واضطر ان انا اسيحه تاني. بس مش مفيش مشكلة، يعني هو قضى الغرض وخلاص. بس انتوا لو هتعملوا اصبروا عليه شوية. هو مش سخن على فكرة، هو مش سخن قوي، هو لسه دافي. بس طبعا عشان لسه دافي والتورتيه ما دخلتش اصلا التلاجة فنزل على طول. تمام. انما احنا لازم نخليه بارد شوية، يعني تمسكي الكيس في ايديك تلاقيه بارد مش دافي. هبدأ اعمل كده وردات على طرف التورتيه. هي العميلة كانت طالبة شكل انا كنت عاملاه معاكم قريب، بس على مقاس اكبر. تمام. يعني هو كان نفس التورتيه دي انا عاملاها معاكم مقاس 18، التورتيه دي مقاس 20. تمام. فهي قالت لي انا عايزه نفس الحجم بتاع التورتيه دي، بس حطهولي على الشكل ده، فنفذتهولها زي ما هي طالبه. انتوا شايفين كده. هكمل بالشكل ده. هبدأ بقى احط بقية الجناش. كان برد بقى ومسك، شفتوا بقى؟ ما هو ده اللي انا بخاف منه. المهم يعني دفيته شويه ورجعت حطيته. حطيت بقى الاشكال اللي عندي كده زي ما انتوا شايفين. ده شجر كده ورق ترانسفير. انا قاعده افكر احط النهيه.
بدأت احط الاوريو كده. انا لسه طبعا ما مسحتش البورد ولا عملت الروزيتات اللي تحت، كل ده هيتعمل. بس عشان كان عندي شغل، بس اليوم ده كنت مضغوطة، بخلص في يعني تورتيه من فوق الاول، وبعد كده نشوف من تحت بقى هنعمل فيها ايه. انا سبت مكان كده عشان هي طالبة اسم مني ان انا اكتبه، بعتلي اسمي يعني ان انا اكتبه، فهكتبه في المكان الفاضي ده. تمام. طبعا هنكتبه بالحروف. طبعا انا مسحت البورد اهوت، وهبدأ اعمل روزيتات. بس افتكرت ان لو عملت بالقمع الكبير هعوز اضرب كريمة تاني، فقمت جايبة القمع الصغير خالص اللي هو النجمة الصغير. القمع ده اول قمع انا اشتريته وعلى فكرة ما اشتغلتش بيه يعني كتير، ما اشتغلتش بيه الا حاجات بسيطة. كانت طالبة مني اسم بقى، عملته لها انا كنت عاملة شوية حروف وبعمل ترانسفير. طبعا كنت عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات، لسه بشتغل بيه لحد دلوقتي. في الفيديو اللي هو بتاع المشتريات ده، في اخر الفيديو كنت عاملة ترانسفيرات. الترانسفير ده الاشكال اللي ورا دي، الشجر والحاجات دي كنت عاملاها فيه. فقلت خلاص هعمل شوية حروف، ارقام حروف اللي هو السيليكون ده، واحطها برضو في قلب العلبة، اختار منها الحروف. فبصراحة سهل عليا جدا، ولا كل شوية بقى اسيح واحط واعمل. لا، انا عملت شوية حلوين كده يبقوا عندي، يعني عملت مرتين يبقوا عندي. تمام. وطبعا لو احتجت حاجة بعملها يعني. انا حطيت كده الحرف اهوت، الحروف يعني جمعتها جنب بعضها، الاسم اللي كان مطلوب. ودي بقى كنت بفكر احطها فين، فقررت ان انا احطها هنا كده. زي ما انتم شايفين كده. وعندي بقى توت كده، حطيت كام واحدة توت يعني تكسر اللون كده تمام. حطيت 2 حمر وواحدة سودا. هنا بقى معايا الفرشة بتاعتي كده الجميلة الجديدة ديت انا جايبها بقالي شوية والله، بس كانت تايهة عني، ودايما بقولكم الفيديوهات كانت تايهة عني، والحمد لله لقيتها يعني. فببدأ كده ان انا ألمع كده بقى الشوكولاتة ديت، منها هتدي شكل. وعملت كده بالفرشة ان هي تدي ايه اضاءة كده في الجناش. زي ما انتم شايفين كده. بخبط الفرشة كم مرة كده تنزل ايه اللي هو الملمع ده. زي ما انتم شايفين كده كده. خلاص التورتيه خلصت اهيت. طبعا هحطها في التلاجة شوية عما تسقع بس شوية، وبعد كده طبعا هسلمها. زي ما انتم شايفين كده شكلها، يا رب تعجبكم وتبقى سهلة وبسيطة كده، وان شاء الله تقدروا تنفذوها. هي سهلة ومفيهاش اي حاجة. انتظروني بقى في فيديو جديد. مع السلامة.